وهكذا. نبدأ. ده الهدف رقم 10، ده هدف محمود عبد الحكيم في مرمى القناة، من الأهداف الجميلة. ده العاشر لسه يا عم، ما تشوف الباقي، انت مستعجل على رزقك ليه؟ ما تصبر شويه. ده كرة هزت الشبكه وهزت شورت الجول كيبر كمان، وهزت كل اللي موجودين كمان. ده هدف محمود عبد الحكيم في مرمى نادي القناة. هدف رقم 9 عبد الله السعيد، جماليه الاداء وثم الترقيصه والمراوغه الجميله ثم التسديده الحلوه لعبد الله السعيد. ده الهدف رقم 9، هدف عبد الله السعيد في مرمى الانتاج الحربي. على فكره يا جماعه الاعداد ما بتبقاش مننا، ده في مرمى المقصه، انا متاسف، ده في مرمى المقصه، ده الاعداد بتبقى من هناك اصلا، ساعات التلفزيون ما بيعدش. ده الهدف رقم 8، هدف جميل لما كولين، جون حلو قوي 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 في مرمى النادي الاهلي. ده على فكره الجون ده غالي، انا دايما الاهداف الغاليه بديها مرتبه اعلى شويه، لان ده كان هدف فوز، هدف ب3 نقاط، لكنه ادي التمريره الحلوه وخدها على ال18 بشكل جميل. ده الهدف الثامن. هدف مصطفى فتحي، ده من الاهداف الحلوه قوي كمان، جماعيه، والولد صغر سنه والثقه والمهاره والمراوغه، يعني حلو قوي. هدف مصطفى فتحي خد الهدف 7. اكبر غلطه. مصطفى فتحي لاعب الزمالك الصاعد، ولما نيجي نتكلم يا جماعه نقول لاعب الصاعد مش النجم الصاعد، النجمه دي بتاخد وقت طويل قوي، مهاره الولد، ثقته بنفسه، وبعدين تركيزه كمان من الحاجات الجميله جدا. نروح لرامي ربيعه في مرمى المقاولين العرب. برضو بالنسبه لي هدف بيكون اقرب من كده شويه، لانه هدف جميل وتوقيته صعب جدا، وايضا ب3 نقاط. قيمه الهدف كمان بتبقى، او غلاوه الهدف او حلاوته، بالاضافه لجماله الحقيقه، التمريره الهات وخد مع سيد حمدي والاستقبال والتمرير. ثم ده من الاهداف الجميله جدا، هدف حسين السيد في مرمى الاهلي، ده المركز الخامس، الولد اشول اصلا، حطها بيمينه رشقت في المقص زي ما بيقولوا، وده المركز الخامس. هدف حسين السيد لاعب المقصه في مرمى النادي الاهلي. تخيلوا لو ده هدف فوز كان زمانه لسه بيجري لحد دلوقتي، مش عارفين يجيبوه من شوارع مدينه نصر، لكنه لانه كانت 4-1. ده كمان من الاهداف الحلوه قوي، هدف مؤمن زكريا، من الاهداف الحلوه الجميله يعني. ده المركز الرابع، ده في مرمى المنيا، ده الهدف رقم 4. هنيجي بعد كده بقى على ال3 اهداف الاولى. ادي الهدف الجميل، مؤمن عنده مهاره الحقيقه، مهاره جميله جدا يعني، تمويه كمان حلو قوي، حطها وصعبها قوي على الحارس. 3 اهداف الاولى، ده هدف موسى ايدان، الاهداف الحلوه الجميله في مرمى الانتاج الحربي. هدف حلو يعني. جمال الاهداف يا جماعه ان فيها كمان جماعيه للاداء بشكل جميل، معظمها فيها 1-2، فيها مهاره فرديه، فيها تسديد قوي. بصوا حضراتكم ال1 ال2 وعلى الطاير على الهواء، محطوطه في اخر الدنيا بشكل حلو قوي. الهدف الثاني ده هدف احمد تمساح، بصوا حضراتكم، مشوار بالمراوغه، مكمل مراوغه وتسديد. ده الهدف رقم 2 لاحمد تمساح لاعب الداخليه في غزل المحله، هدف حلو كمان. كلها الحقيقه اهداف اجمل من بعض. على فكره كان معانا 15 هدف، الاهداف ال5 اللي اتشالت كلها حلوه كمان يعني. لما قعدوا يقولوا لي قلت لهم شيلوا بس خلينا 10 اهداف. ده الهدف الاول خدوا ابراهيم حسن لاعب نادي الاسماعيلي، من بعيد من اخر الدنيا وترشق في المقص اليمين زي ما بيقولوا، وكمان قيمته ب3 نقاط للاسماعيلي، من الاهداف الحلوه قوي دي يعني. دي اجتهادات ودي اختيارات.